السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. عواشركم مبروكين وعيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحيحه والسلامه وكل ما كتمناو يا ربي وراحه البال. اليوم ان شاء الله يعني باقين في التحضيرات ديال حلويات العيد، غادي نشترك معكم ان شاء الله الفقاص البلدي. اللي الفقاص ضروري خاصنا نوجدوه الصراحه، كيكون زوين يعني في من ضمن الحلويات اللي هو مطلوب بزاف. غادي نوجدو معكم ان شاء الله ناجح بدون تشقق من الفوق، بالنسبه للناس اللي كيتشقق لهم من الفوق بدون كسور، يعني تقطعيه بسهوله ما يتكسر معك ما حتى شي حاجه. يعني تابعوا معايا ان شاء الله المراحل والطريقه، وما تنسونيش عافاكم بواحد اللايك، الله يسهل امركم، لايك وكومونتير. واللي ما مشتركش في القناه وعجباتو القناه ديالي والمحتوى اللي كنشارك معكم، يدير لي الاشتراك ومرحبا به في القناه ديالي. وغادي نبداو على بركه الله وبواحد المكون اللي نسيت ما قلت لكمش، يعني واحد المكون اللي غادي ما يطيح لكمش على البال، مكون عجيب غريب ولكن كيعطي واحد المذاق زوين بزاف بزاف لهذا الفقاص. غادي واقيلا تقدروا اول مره تشوفوه عندي انا ربما، المهم تابعوا معايا. غادي نبداو على بركه الله. عندنا 6 ديال البيضات اللي كيكونوا بحراره المطبخ، عندي كاس ونص ديال السكر سنيده، كاس ونص ديال الزيت، وعندي قبيصه ديال الملحه، عندي واحد 2 شاصيات من زهره البرتقال. ضروري البنات ديروا زهره البرتقال، غير في حاله ما الا ما كانتش عندكم ولا ما حصلتوش عليها تبدلوها بالفاني. صافي غادي نخلطوا الكل جيدا. وبالنسبه للمكون اللي قلت لكم يعني مكون اللي هو سحري، واحد المكون اللي ما يطيح لكمش على البال، هو واحد راس معلقه ديال سكين جبير. اختي سكين جبير، ديري لي واحد راس معلقه ديال سكين جبير وجربيه وتشوفي المذاق اللي كيعطي رائع، غير شويه ما تكتروش. غادي نخلط البنات هذا الشيء كامل مزيان 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 بالضراب اليدوي ولا بيدكم ولا باش ما بغيتو. نخلطوا المكونات مزيان تنحسوا بداك السكر سنيده داب تماما، عاد ندوزو باش نوجدوا باقي المكونات. يعني الفقاص انا كيجيني هو اسهل الحلويات اللي كيعجبني وانا نوجدو، يعني كيعجبني نوجد الصراحه. الفقاص كيجيني ساهل وفيه المراحل اللي كيخلوك يعني ما تكونيش مضغوطه ولا شي حاجه، يعني كتخدمي الفقاص ديالك كتدفعيه يطيب، من بعد من يطيب ما قدرتيش تكمليه داك النهار تقدري تبيتيه حتى الغد ليه. المهم ساهل، انا بالنسبه ليا ساهل. صافي هنا البنات زدت واحد 2 معالق ديال النافع البلدي اللي منقي ومصهد غير شي شويه، وعندي واحد 4 المعالق ديال الجنجلان اولا كاس مع عامرش ديال الجنجلان حتى هو اللي منقي ومحمر غير واحد شويه مسخن. وعندي تقريبا تما واحد الكاس ونص نتاع اللوز. بالنسبه للبنات اللوز باش منين تجيو تقطعوا الحلوه ديالكم ما يعذبكمش داك اللوز ويتقطع معكم بسهوله، من الاحسن عندكم تمشيو تبيتوه ليله كامله هو كيرطب نهائيا. يعني تتقربوا تبداو الفقاص ديالكم رطبوه غير شويه في الماء، ما كاملاش كاع حتى نص ساعه ما كاملاش. صافي وخدموا به. راه فاش كيشرب الماء بزاف راه داك هو المشكل، فاش كتجيو تقطعوا كيبقى يتهرس لكم الفقاص، اولا فاش كتحمروه ملي كتجيو تحمروا الفقاص ديالكم في الفران، يعني الفقاص كيتحمر وداك اللوز كيبقى ابيض وخضر. ملي كتبقاي تجي تاكلي الفقاص كيبقى لك داك اللوز شارب الماء، يعني كيبقى خضر، كيبقى ما مقرمش. بهذا المعنى هذا داكشي اش كنقول لكم، من الاحسن ما ترطبوش واحد المده اللي هي طويله، ما تفوتولوش نص ساعه ولا اقل من نص ساعه. وبحال المبتدئات اللي كيخافوا انهم كاع يرميوه صحيح، تقدري اختي تقسميها على 2 بالموس، حاولي معاها انك تفرقي اللوزه على 2 وخدمي بها باش تما كتسهل عليك العمليه اكثر واكثر. هادشي اللي نقدر نقول لكم البنات. صافي غادي نبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه حتى يتجمع لي الخليط. بالنسبه للخميره الحلويات درت 2 شاصيات من فئه 7 غرام، 14 غرام ونص، 14 غرام ديال الخميره ونص في هذا المقدار اللي درت انا. صافي البنات غادي نبقاو نجمعوا الفقاص ديالنا. واهم حاجه واهم سر من الاسرار، ما تقصحوش الفقاص ديالكم، خلوه شي شويه رطب باش البنات ما ملي كتقصحوا العجينه راه تما فاش كيتشقق لكم الفقاص من الفوق، فاش كتدخلوه للفران كيتشقق حتى هو، كيعاون ان الفران ان الفقاص يتشقق من الفوق. يعني خليو العجينه شويه رطبه، رطبه شويه ما تكونش قاصحه.
صافي هنا غادي نبقى نجمعو، ما دلكوش البنات العجينه الفقاس، غير كنحاولوا غير باطراف الاصابع كنحاولوا نجمعوه شوي بشوي حتى يتجمع. هنا صافي راه تجمع ليا الخليط ديالي، راه باقي رطب، ها نتوما كما شفتوا باقي كيتلصق. هذا هو السر، انا كنحاول نوصل لكم البنات داكشي اللي عارفه وداكشي اللي كنخدم به، وانا كيسهل عليا ان الفقاس ما زعما نخدمو بكل سهوله. راني كنقول لكم البنات صافي هنا كما شفتوا هي العجينه باقيه رطبه. غادي نحاول نرش غير واحد شويه ديال الدقيق فاش نرولي الفقاس ديالي باش ما يلصقليش في طاوله العمل. صافي وغادي نخدمو بكل سهوله. صافي البنات هنايا غادي تقسموا العجينه على حسب البودان اللي بغيتو نتوما، او على حسب الطاوه اللي عندكم. صافي تابعوا معايا، هنا غادي نقسموا على كويرات وصافي، وغادي نشكلوا على شكل حربول. وبقاو معايا ان شاء الله حتى نكملوا باقي المكونات. يعني الفقاس راه ساهل. صافي هنايا راني قطعتهم على 5 على 6، ومن بعد هذيك 6 غادي نولي نفرقها عليهم. ما درتش 6، يعني اكتفيت غير ب5 ديال البودانات. بغيت الفقاس انا يجيني بلدي كبير، يعني الفقاس البلدي معروف بالكبر ديالو، كيجي خصو يجي كبير. صافي وليت هذيك 6 فرقتها عليهم كما واضح معكم في الفيديو. صافي هنا غادي ندير حرابل، المهم ما يكونوش طوال وما يكونوش، المهم كما شفتوا معايا هكا. صافي وعندي اللاطه راني مفرشه لها ورق الطبخ، اولا دهنوها هكا ورشوا لها شويه ديال الدقيق. صافي وحطوا فيها الفقاس ديالكم. هنايا ضربت واحد البيضه كامله مع شاصيه ديال قهوه سريعه الذوبان. صافي غادي ندهن الفقاس ديالي. انا هنا البنات كندهنو 2 مرات، كندهن الدهنه الاولى كنخليها حتى كتنشف شويه باش كيعطيني واحد اللون اللي هو زوين وواحد البريون في الفقاس. كدهنوا الدهنه الاولى كتخليوه حتى كتنشف هذيك الطبقه الاولى على ما كملتي البودانات الاخرين، وكترجعي نعاود الكوش الثاني عاد باش ندير دوك الزويوقات بالفرشيطه. المهم هنا راني كنعاود الثاني. شوفوا اللون كيفاش كيتركز، باش هكا كيجيني الفقاس مزوق من الفوق وفيه واحد البريون، فيه واحد اللمعه اللي زوينه. نتمنى ان شاء الله نكون فتكم اولا نكون وصلت لكم المعلومه كيف ما بغيتوها. نتمنى ان شاء الله تكون وصلتكم. واهم حاجه البنات هو اننا نثقبوا الفقاس ضروري. هنايا راه ما بان لكمش في الصوره حيت قطعت لي ديك اللقطه، ولكن ضروري واحد الثقب بالكيردون من الفوق ومن الجناب. تقبوا دوك الفقاس ديالكم باش هكا ملي ندفعوه الفران ما يطرطقش. هانتوما كما شفتوا دابا ما مطرطقه من الفوق ما حتى شي حاجه، هانتوما سليمه. وبالنسبه للفران انا كنسخن الفران غير ملي كنسالي الدهين كنسخن الفران غير واحد شويه في الفران ديال الغاز وكندفع اللاطه ديالي. واهم حاجه انكم بالنسبه للفران ديال الغاز كتخليو الباب ديال الفران محلول واحد شويه، ما تسدوهش كامل، خلوه محلول واحد شويه حتى كيتحسوا بالفقاس ديالكم دخلوا الطياب وصافي. يعني راه دخلوا الطياب صافي، ما بقى له فين غادي يطرطق. ديك الساعه الا بغيتو تسدوا الباب سدوه، ولكن انا من الاحسن وكنفضل ان الباب يبقى محلول شي شويه. وطيبوا الفقاس على خاطركم، ما غادي يتشقق لكم من الفوق ما حتى شي حاجه. انا هذه هي لاستيس اللي كندير والصراحه كتنفعني، ما كيتشقق لي ما حتى شي حاجه. كما شفتوا هنا البنات ما زربت لكمش اللقطه، خليتها على طبيعتها. هاني كنقطعوا راه في نفس النهار البنات، ما خليتو لا بات لا حتى شي حاجه، في نفس النهار غير طيبته غطيته بواحد المنيديل اولا السلوفان. من الاحسن تلويو اللاطه ديالكم في السلوفان كيرجع عليه هذاك الصهد وكيرطاب. ما كانش عندكم السلوفان ديروا واحد الزويف اولا سربيته نقيه مرشوشه بشويه ديال الماء اولا ما الزهر اللي بغيتو، وكتغطوا الفقاس ديالكم وكتعاودوا تغطوه بشي منيديل اللي ناشف وكتخليوه. بالنسبه للمبتدئات اللي بغات تخليه حتى ليله كامله خليوه، اللي ما بغاش انا راني طيبته في نفس النهار وقطعته في نفس النهار حمرته. هانتوما كما شفتوا كنحاول انني نقطعه غير بشويه حيت مازال ما واخدش راحته يعني الكامله، يعني ما خداش يعني حتى 3 السوايع ما خليتوش، واقيلا غير شي ساعه ونص ولا ساعتين. المهم ما بقيتش عاقله، المهم غير وجدت واحد 2 كيلات ديال الحلوه، من بعد رجعت له هو صافي قطعته وحمرته. هادشي اللي كاين البنات. هنايا بعد ما قطعته ستفتو في اللاطه ديالي كندخلو الفران على نار مهيله. الا بغيتو الفقاس ينجح معاكم في الطياب ويجي هذا اللون زوين،
خاصكم تنقصوا العافيه وديروا اللاطات الفوق وتخليهم حتى كيتحمروا من التحت. تقلبوا الفقاصه تلقاوها محمره، تهبطوها للتحت تعاود تاخذ اللون. واهم حاجه تعطوا الوقت للفقاص ديالكم باش يتحمر، باش يجيكم مقرمش ويبقى محتفظ على القرمشه مده طويله. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ودمتم في رعايه الله. حتى الفيديو مقبل ان شاء الله، وعواشركم مبروكه والى اللقاء. وما تنسونيش بواحد اللايك. الى اللقاء.